السلام عليكم، مرحبا بكم الاخوات. كما راكم تشوفوا اليوم نحضروا توفيا كراميل بالكابريس. يعني مقاديرها سهله، نزيدوا غير على الكابريس، نزيدوا عليها عفوا الكابريس. كما راكم تشوفوا هنا عاد مازال ما خليتهاش ريحه مليح. هنا فم خليتها واحد الساعه وريتها لكم. كل ما تزيد تقعد تزيد تتماسك، وفي الاخير نوري لكم كيفاش جا القوام تاعها. يعني زادت تماسكت اكثر من اللي راهي. كما قلت لكم المقادير تاعها ساهلين، غير سكر وحليب ومغرف مايزينا والزبده الماغارين والكابريز. بطبيعه الحال نعرفوا كامل توفيا كراميل راه السعر تاعها غالي. وكاين ثاني واحد توفيا تتباع، يعني هي كابريس مكتوبه في العلبه كابريس. هذه الذوق تاعها تقريبا يجي كيما هذا الكابريس. واش نديرو هنايا؟ نجيبو كسرونه ثقيله كيما راكم تشوفوا. درت هنا هذا الكابريس. من الافضل ديري تاع الكراميل اللي تجي اللون تاعها فاتح. انا لقيت غير هذه. درت هنايا في الكسرونه 50 حبه تاع كابريس. وشعلي النار قليله، يعني نقصي لها في التالي. هذا الكراميل نحضروها دائما على نار قليله، ما نزيدوش للنار. كما راكم تشوفوا هنا جبت كاس معمر ماء. درت هنا غير ما نديروش كامل الكاس، ندير هنا غير واحد 6 مغارف ماء. يعني انا مبغيتش نزيد الحليب بزاف. تقدري ديري الحليب بصح تجيك تشد لك مده طويله وتقعد لك. ديري الماء كما راكم تشوفوا هنايا. ديك 50 حبه كابريس درت لها 6 مغارف ماء وذوبتها على نار قليله. بعد ما ذابت نحيتها بجهه ونروح نحضر الكراميل. هنا عندي كاس سكر كريستاليزي معمر، فرغته في الكسرونه هنا ثقيله عندي او مقلاه. وتبقاي يعني تحلي في داك السكر بالملعقه الخشبيه، والنار راهي ناقصه. ما ديريهش وتخليه يذوب وحده ولا تروحي كاش ما تخدمي. وكفي فما عنده راكي تحركي فيه بهذه الملعقه الخشبيه اللي ساعدتني بزاف. كيما راكم تشوفوا البنات راني نسيي نحل في هذاك السكر وهو راه يذوب معايا. كما نعرفوا الكراميل تبغي يعني النار قليله وتبقى تحركي فيها ببطء، يعني غير بشويه حتى شوفوا كيف ولا اللون تاعها اصفر. يعني ما شاء الله ولا كراميليزي. هنا كي دابو كامل هذوك لي غريمون تاع السكر، نجيب هنايا كاس ماء حامي. يعني حمي الماء وتجيبي الكاس تاعك وزيدي 3 ملاعق. درت هنا 3 ملاعق ماء. كيما قلت لك لازم الماء سخون يساعدك بزاف في هذا الكراميل باش تنحل بسرعه. شوفوا هنا الكاس بعد ما مازال عندي الماء، درت منه غير 3 ملاعق وحركت هذيك الكراميل. دوك نقول لكم شحال نزيد الماء. ما زلت نزيد في الماء. كما قلت لكم انا بغيت نديرها غير بالماء تعمدت، لكن في الاخير نزيد لها شويه حليب ماشي بزاف باش تبقى المده تاعها طويله ما تفسدش، يعني بدون مواد حافظه. شوفوا هنايا زدت هنا المغرف تاع الماغارين، مغرف كبيره تاع ماغارين نذوبها مع هذيك الكراميل. ودائما النار راهي منقصت لها البنات. راني دايره من قبل معكم كراميل يعني وحدها بلا كابريس. نحط لكم رابط الوصفه في صندوق الوصف. شوفوا البنات بعد ما ذابت هذيك الماغارين
دوك نجيب الماء اللي بقالي في الكاس نضيفو ونخليه غير شويه. نزيد هذا الماء مازال سخون، نخلي غير شويه في التالي في الكاس، قل من الربع تاع الكاس. دوك نوري لكم واش نزيدلو ونبقى نحرك في هذيك الكراميل. شوفوا راهي تغلي، نخليها تغلي ونروح لهذاك الماء اللي خليته في الكاس، نزيد له مغرف مايزينا ومغرف حليب الغبره ونخلطهم مليح في هذاك الماء. هذه هي الخطوه التاليه. نقص للنار في التالي ونزيد هذا الخليط تاع المايزينا وحليب الغبره ونخلط ونخليها تغلي واحد يا ربي 2 دقائق 3 دقائق. قبل ما نطفي عليها نزيدو رشه ملح باش تعدل لنا الذوق وتجي الكراميل تاعنا بنينه، وتجي البنه تاع الكابريز فيها ما شاء الله، تجي بنينه هذا التوفيه كراميل. دوك نزيد لها المكون الاخير الكابريس اللي ذوبناها في الماء في الاول، نضيفوا لها. انا هنا الكابريس تاعي اللون تاعها بني، قلت لكم لا عندكم الكابريس اللي بلون الكراميل احسن. ونذوبها مليح معاها، نخليهم يتجانسوا المكونات راهم يغلوا فوق النار. ونجيب ليكستري تاع الكراميل، نضيف مغرفة صغيرة منه ونطفي النار كيما راكم تشوفوا هكا. نخلط غير تحريكة خفيفة، كل المواد راهي متجانسة. طفيت النار ونخليها شوية تريح، نروح نصفيها مباشرة. انا ما بغيتش نصفيها، انتي حرة لا بغيتي تصفيها. طيبتها انا يعني كل المواد ذابوا، ما بقى لا سكر لا كل شيء ذاب. زدت لها هنايا شويه كراميل باش تبقى ريحتها منسمه بالكراميل. وهذه هي الوصفه راهي حاضره معانا. كل ما تزيد تقعد تزيد تشد روحها، ديريها في الثلاجه وخدمي بها الحلويات تاعك. الى وصفات جديده نتلاقاو، ما تنساوش ديروا لي جيم اذا عجبتكم الوصفه، والسلام عليكم.